ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش الشير يا حبايبي، كومنتات بقى وتعليقات كده وظبطوني، عايزين نكبر بيكم كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي رسول الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي في الكومنتات ويظبطونا بقى كده، عايزين نكبر بيكم ان شاء الله. النهارده هنعمل كده كسكسي، اسرع كسكسي ممكن تشوفوه وانت قاعده زهقانه. يعني انا كان عندي اكل وعندي كل حاجه، قلت والله لا اعمل لهم كسكسي. جو ساقع، شويه كسكسي كده بش حته سمنه كده يدفونا. انما ايه، لوز اللوز. يلا بقى نخش نشوف هنعمله ازاي، اوعوا تروحوا مني في اي حته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا احنا معانا كوبايتين دقيق ونص، حطيناهم في الكبه وجبنا كوبايه الا ربع ميه وسن ومعلقه ملح صغيره خالص، ونزلنا بقى من الفتحه وايد بتضرب وايد بتنزل سرسوب صغير خالص، ايد بتضرب وايد بتنزل سرسوب صغير خالص خالص. حبايبي متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فتحت كده نزلت الجوانب، بص بقى عامل زي حبات الرمل كده. جبت حاجه بقى كده واصفي فيه اللي هو التخين ده، هرجع اضربه تاني مش هيترمي يعني، هيرجع يتضرب تاني. بس هنزل بيه كده بقى وهصفيه، الحبيبات الصغيرة هتنزل والكبيرة هضربها تاني هتبقى صغيرة برضو. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. بس هنزل بقى بيه كده كل مرة واحدة وصفيه. بس هو ما بياخدش وقت خالص. بصوا هتلاقوا الرفيع نزل والتخين ما هيبقى في المصفى، هقوم ضربة تاني لحد ما ينعم كده. بصوا بقى عامل زي بحبات الرملة، عارفين الرملة بتاعت البحر؟ بيبقى زيها كده، مبلول كده زيها. بس خلاص كده بقى، ده مفيش غير التخين ده بقى، هضربه بقى في الكبة وهرجع احطه تاني. بس هبدأ بقى كده افرطه كده عن بعضه عشان ما يلزقش في بعضه، لان هو لسه لحد دلوقتي هو عجين، يعني هو ما استويش. جبت ميه بتغلي حله وجبت فيها مصفى على قد الحله عشان البخار ما يطلعش من، عايزه البخار يبقى مكتوم. وجبت فانيلا، دي فانيلا جوزي فانيلا بيضه، هو مش بيستخدمها يعني، هو من ساعه ما جابهم مش بيستخدمهمش. من ساعه ما جاب الفانيلات البيضه دي بيستخدمهاش، فانا ربطتها وحطيت فيها الكسكسي واسيبهم كده بقى على في المصفى، واغطيها كويس واسيبهم حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير قوي. بصوا بعد نص ساعه كده طلعته. سيبت الميه شغاله لان هنحطه تاني، انا بس هضربه ضربه في الكبه واحطه تاني. هنزله بقى كله في الكبه اضربه ضربه. انا فضيته بقى، هقوم ضربه ضربه كده في الكبه. طبعا انا شلت البتاع لان هو سخن، فممكن كان يفرقع، فدي هتطلع البخار مش هتخليه يفرقع، خدوا بالكم. بصوا ضربته كده ضربتين كده بسرعه. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل تفعيل زر الجرس. بصوا كده بقى اتضرب وبقى جميل. هو لسه ما استويش، بس يعني ايه، في ناس بتاكله بتشيله كده وبعدين تبقى تحطه تاني، انما انا هرجع بقى بصوا اصفيه تاني. هجيب برضو المصفى واصفيه. اصفيه بقى على طول في الفانيلا البيضة ديت، حاسبه عشان بيبقى مولع، خدوا بالكم. بصوا في حتة ما اتضربتش هضربها تاني عادي. بس هو كله اتضرب ما عدا الحتة دي بس، فشغلت عليها الكبة تاني وضربتها. بيبقى نور، خدوا بالكم يا جماعة لحسن تتلسع، بيبقى سخن جدا. بس خلاص بقى كده، شغل الحتة اللي في الكبة ديت، شغلت عليها تاني الكبة وعملتها وحطيتها بقى. بصوا كده خلاص، هو تقريبا خد نص، يعني هو ياخد على النار التانية 10 دقايق بس. رجعته بقى تاني في المصفى وقفلته كويس. اهم حاجة المية متبقاش واصلة
المصفى اللي انتوا حاطينها عشان ما يبوظ منكم. كده خلاص كان عدى 10 دقايق كان يستوي خلاص. بصوا هو سهل جدا وسريع مبياخدش وقت ولا اي حاجه. هو بيقعد على النار حبه حلوين بس انت ما بتحسيش بيه لانك مش واقفه جنبه. طبعا بتاع سخنه جدا كنت هتلسع واتلسعت يعني. حاولت اشيلها معرفتش فجبت حته بقى ورحت ماسكاها بيها. بس رحت شايلاها كده بيها عشان اعرف امسكها لانه سخن نور. بصوا هو كده انا حطيت عليه معلقتين كبار سمنه بلدي وسبتها. بس هي للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور. بس هو كده خلاص خلص بحطيت له السمنه بقى انا قلت لكم بس ما كانتش الكاميرا للاسف بتصور. وخلاص كده خلصنا. تاكليه بقى بالرز مع شويه سكر بقى كده وهو سخن. الف هنا وشفا عليكم. متنسوش يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وخلاص بقى شوفوا بقى حلاوته وجميله. بصوا بقى كده حلاوته وجميله وكده نبقى خلصنا. باي باي.